ندير مشروب الشوكولاته تاعي. نحتاج هنايا نصف لتر من الحليب، عندي رشه من الفانيليا، عندي ملعقه اكل من السكر الناعم، ملعقه اكل من الكاكاو، ملعقه اكل من نشاء الذره، قرصه صغيره من الملح، وعندي هنايا 150 غرام من الشوكولا كروكي، يعني ديت اون تابلت ونصف. نفوت لطريقه التحضير. كما راكم تشوفوا ولادي راهم معايا، راهم متحمسين، راهم يستنوا بفارغ الصبر. ندير مشروب الشوكولاته الساخن نتاعي. نبدا اولا نجيب اون كاسرول، نحط فيها نصف لتر من الحليب، نضيف المكونات الجافه نتاعي. الملح هو الاول، كما راكم تشوفوا مغرف من كل شيء، مغرف من نشاء الذره، مغرف من الكاكاو المر، ومغرف من السكر الناعم. اذا ما كانش عندكم السكر الناعم تقدروا تستغنوا عليه وتستعملوا السكر العادي. نخلط المكونات نتاعي جيدا، كل شيء بارد في بارد. لازم المايزينا تنحل في سائل بارد لتفادي الحبيبات. بعد ما نخلط الخليط تاعي جيدا، نحط الكاسرول تاعي فوق النار مع التحريك المستمر، نحرك دون انقطاع باش ما تهبطش المايزينا في القاع. نستمر في التحريك حتى تهز الغليه. مع الغليه الاولى نرفع لا كاسرول تاعي من فوق النار. الان نحط فيها قطع نتاع الشوكولاته بعيدا عن النار. الشوكولاته راح تذوب وحدها بفعل حراره الخليط. خلط جيدا باش نذوب الشوكولا نتاعي. مشروب لذيذ جدا وسهل، يحضر في دقائق. هذا المشروب المفضل عند ولدي، خاصة عند الرجوع من المدرسة. فرحوا ولادكم بوصفات سهلة من هذا النوع. كما أن الشوكولا تمد الجسم بالحرارة، يعني المشروب راه موالم لهذا الفصل وهذه الأيام الباردة. بعد ما ذابت الشوكولاتة تماما، نفرغ الخليط نتاع الشوكولاتة تاعي في كؤوس التقديم. ولادي راهم واقفين عند راسي، راهم يستنوا بفارغ الصبر. وبالنسبه للتزيين، كل وحده تزين الكؤوس تاعها كما تبغي. انا درت فقط طلعت شويه تاع لا شونتيي مع الحليب وراني نزين بها في الكؤوس تاوعي. تقدروا تضيفوا ملعقه اكل كبيره من الشوكولا خاصه للطل اذا كانت متواجده عندكم. انا راح نكتفي برشه خفيفه من الكاكاو فوق الكؤوس. وها هو اخواتي مشروب الشوكولا الساخن راه واجد في كؤوس التقديم. نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه لوليداتكم. مشروب رائع لذيذ وسهل التحضير. وصلت لنهايه الفيديو، ما تبخلوش عليا بجيم وتعليق، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس.